السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد معاكم محمد من لعبة روبلوكس. عندنا 3 تحديات النهاردة في ماب جروع جاردن. أول تحدي أجيب الهاني بي، وتاني تحدي هل هنقدر نجيب الماستر سبلينكر، وتالت تحدي أي شخص يدينا حيوان هو مش عاوزه هديله فاكهة قوية سعرها ما بين 3 إلى 15 مليون. ده إذا كان لسه بادئ اللعبة. تعال الأول نشوف هل في الماستر. مفيش الماستر للأسف. معانا أول شخص احنا هنبدل معاه دلوقتي. هي هتدينا ديناصور قالت لي، وانا هديها فاكهة. طبعا انا مش عايز الديناصور ده عشان معايا منه كتير قوي، وهي برضو مش عايزاه، فقالت لي انا هديهولك وانت تديني الفاكهة. فانا قلت لها ماشي انا موافق. يا بنتي طيب معاكي اي حيوانات تانية غير دول؟ يعني ما انا مش فاهم برضو، هما دول بس؟ هما ما فيش الا الديناصورات اللي كلهم معايا اصلا. بس هعمل ايه بقى؟ هنقايد بيهم او هنبدل بيهم. ايوه هو ده اللي انا عايزه، هاتيه بقى كده. خلاص يلا. بتقول لي يلا خدها، بس فين يا جدعان؟ ما جاتليش حاجه يا بنتي انت. هاخدها ازاي؟ ايه هتطلع؟ لا 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 لا, لا كده خسرنا اول واحده. ما تطلعش، استني كده بكتب لها ازاي دي مش هلحق اكتب لها. طلعت. لقينا شخص تاني اهوت، هنعمل معاه تريد او هنقايد معاه. اداني الفاكهه ديت، انا عرفت انا هديله ايه بقى بالظبط. استناني بقى. نديله الشوجر ابل، بس عايزين واحده ما بين ال5 مليون كده، يعني سعرها عالي. ايوه هات الفاكهه مع 10 مليون دي. تعالى يلا اديهالك. ايوه خدها بقى يلا. قعدت احاول معاه كتير قوي يا جدعان لحد ما خلاص اهو. ايوه بس كده خدها كده، اول واحد عملنا معاه صفقة. تاني شخص اهو. هو العيب الوحيد فيه انه بيتكلم انجليزي. بيقول لي هات اي فاكهة معاك وخلاص. رحت انا قايل له ايه بقى؟ وريني كده بقى الحيوانات اللي معاك كده. عايزين نشوف بقى وننقي اي واحد. رحنا عند المنطقة بتاعته، هو دلوقتي بيوريني البتات. ايوه هات الاحمر الكبير ده. حلو على فكرة الاحمر ده. انا بقبل اي حاجة عموما، بس اللي انا محتاجه هاخده. فانا هضطر اخد منه الديناصور اللي هو الاحمر الكبير ده. ايوه الدولة اهو. بس تعالى بقى يلا. كم ايوه يلا تعالى. يلا يا ابني تعالى ورايا. هنشوف بقى الفاكهة الشوكر ابل دي هتطلع بكام. مرة بتطلع بسعر غالي. كام؟ 5 مليون. حلو خدها بقى كده. وقف يا عم، وقف يا عم. ايوه. ايوه يلا كده. خدها يا جدعان. كده خلصنا تاني واحد، عملنا معاه صفقة. معرفش هل هنعمل تاني ولا لأ، بس لو لقينا حد تحت المليون او في تحت 15 مليون هنعمل معاه صفقة. هو ايه المنتوج اللي ظهر ده؟ ده غريب قوي. بس قبل ما نروحه تعال نشوف كده المصدر نزل ولا لأ. افتح يلا. شو مي ذا جير شوب. ايوه هو الجير ده اللي هو الادوات تقريبا. آه. ايوه الماستر اهو. بس كده اول مهمة خلصت. هي ايه الحاجات دي؟ نايت ستاف معرفش ايه الحاجات دي، بس عايزين نجرب. سألته بقوله تبدل، قال لي ابدل بايه؟ بقوله باي حاجة انت مش عايزها. يا ابني انا هديك يا ابني فاكهة غالية يا ابني مقابل اي بت. ايوه هات يا عم ستارفش يا عم، انا موافق عليه. ماشي هات يا عم الستارفش. هو انا موافق على ستارفش، بس انا بقول له دلوقتي وريني كل الحيوانات اللي عندك، يمكن حاجه تعجبني واخد ده بدل ستارفش، واديله الفاكهه اللي هو عايز اللي هي من 5 مليون 15 مليون. يلا يا ابني هات النجم يا ابني. يا ابني قلت لك ما تخافش. هتبدل ولا لا؟ قلت لك ما تخافش. ايوه يلا. تعالى يلا نبدل. ايه؟ بيقول كل طجعه. هي دي شتيمه ولا لا؟ يا جدعان اكتبوا لي في الكومنتات دي شتيمه ولا لا، بس انا هعمل عليه ابلاغ برضو عشان انا حاسس ان هي شتيمه، فانا هعمل عليه ابلاغ. ايوه هو المفروض تحت اهو. ايوه هو ده. يلا دوس بقى المتابعة الابلاغ. ما الذي حصل؟ بص يا جدعان هو شتمني، فاحنا ننزل تحت شتائم اهو. اخبرنا ماذا حدث. كتبت هنا بقى ان هو بعد ما كنت هبدل معاه شتمني وخرج من اللعب. بص يا جدعان لقيت ايه في المزرعة دي؟ النحلة الهاني بي اهي يا جدعان. هنحاول بقى نقاد بيها ونديله اي سعر هو محتاجه عشان ناخد النحلة دي، وكده يكون يخلص معانا التحدي التاني. كلمته قلت له هديك فاكهة سعرها 100 مليون. طبعا قلت له اديني النحلة وانا اديك الفاكهة اللي سعرها 100 مليون، ونشوف رده هيعمل ايه. هعطيك الفاكهة اهو يا عم سعرها 100 مليون. رد بقى. ايه ازاي مش هتقدر تديني النحلة؟ بيقولي هديك اي فاكهة غير النحلة. يا ابني ازاي يا ابني؟ انا عايز النحلة اصلا. هنا انا زهقت بقى وقلت له تاخد فاكهة ب1 مليار. قال لي النحلة لأ.
يا ابني ازاي لأ يا ابني، يا ابني حد يرفض 1 مليار في اللعبة دي مقابل النحلة؟ ده انت كده خسران جامد. بيقول لي برضه اعطيك اي حاجة غير النحلة. يا ابني انا خسران من في الصفقة دي، خسران جامد قوي. طبعا فهمت ان ده تحدي من واحد صاحبي، وقلت له السعر الجديد اللي هو مليار ومتين ومليون، برضه ما وافقش. ابقى نعمل معاك ايه طيب عشان توافق؟ قلت له هديك مليارين بدل مليار ومتين الف مقابل النحلة، وبعدين اصلا النحلة اصلا ما تجاوزش سعرها 300 مليون. وبعد الكلام ده كله انا مشيت برضه، وهو ما وافقش برضه على السعر ده. المشكلة هنا ايه بقى؟ ان هو اصلا معهوش الا 100 مليون بس، يعني لو خد المليارين هيبقى حاجة كبيرة اوي بالنسبة له. دلوقتي هو بيتكلم بيقول واحد بيقول بيعطيني مليار مقابل النحلة كداب. انا كداب؟ يا ابني يا ابني ده انا اخر حاجة اصلا ثقة بالنسبة لاي حد، وبعدين مليار دي مش هتفرق معايا. صاحبي بيقول له ده ثقة، لان انا اصلا متعامل مع الشخص الاحمر ده، متعامل معاه كتير قوي. المشكلة هنا ايه بقى؟ ان الاحمر ده اصلا صاحبي، انا اتعاملت معاه كتير قوي واديته حيوانات وهو اداني حيوانات وانا اديته فاكهات، يعني ثقة برضه. ودايما هو اصلا بيكون اول شخص هو اللي بيديني الفاكهة. اسأله بقى انا ثقة ولا لأ. بقول له ايه رأيك بقى، هتديها لي ولا لأ؟ بيقول لي النحلة احسن منك. النحلة احسن مني انا؟ يعني انا كنت هديك فاكهة ب2 مليار، والنحلة اصلا ما توصلش 300 مليون. بيقول لي روح عند الراجل الاحمر وخد ده منه. انا رحت اصلا قبل كده وهو رفض، يعني ما فيش فايدة. خلص يا ابني، هتديها لي ولا لأ؟ بيقول انا عايز اكتر منك برضه. خلاص يا عم انت حر بقى. فهمته ان ده تحدي للمرة الرابعة. حرفيا انا بقالي نص ساعة بحاول اتقاد معاه وهو مش راضي خالص. حتى قلت له مليارين برضو، قال لي لا انا مش عايز المليارين. مش يمكن هو خايف لحسن تسرق النحلة؟ ما اعرفش اعمل معاه ايه. بس هو قلب نفسه، هو مش عايز. تعال نشوف الاحمر بيقول لي كده. قلت له ان انا عايز اخد منه النحلة مقابل مليارين، وهو برضو مش عايز يوافق. بيقول لي احلف. قلت له اه والله. آم، هي اصلا النحل اصلا يا جدعان ما يزيدش عن 300 مليون. ايه ده؟ انا بشتري؟ هتشتري بجد؟ ده والله تبقى صفقة. وريني كده النحلة بتاعتها. تصدقوا يا جدعان ده اكبر من النحلة بتاعت الواد التاني. لا لا لا، حلوة. يلا هاتها بقى كده، اعطيني اياها. اعطيني يا جدعان، ده هتبقى صفقة جامدة قوي. هديله مليارين بس انا خسران برضو، بس مش مشكلة عادي. هديله مليارين وهيديني النحلة. اعطيني يلا. خلص يا عم، ما بتدينيش ليه؟ والله زعلتني منك لحد دلوقتي، ما بتثقش فيا. ما عنديش مساحة. طب لحظة واحدة بقى كده، لحظة واحدة بقى، ارجع لك تاني اهو. بعت كذا حيوان. ويا جدعان الواد يا جدعان اللي هو اللي انا كنت عايز اقات معاه بالنحلة الاولانية دي، بص فرق الحجم، هيموت يا جدعان واديها لي عشان اديله المليارين. وانا قلت له لا مش هديها لك برضه. ايوه ثانيه بقى واحده بقى، اروح اجيب لك الفاكهه. تعال يلا ورايا، يلا تعال. نديله البن بلوسم، سعرها تقريبا مليار ومتين مليون. هديها له. هاخد الفيفوريت تول عشان كنت بستخدمها عشان معرفش اخد الفاكهه بالغلط. ايوه هي فين؟ ايوه هي الفاكهه دي يا معلم، هديها لك. هي دي، ايوه هي دي. دلوقتي انا هديله البن بلوسم، وطبعا هديله الشوجر ابل، وهديله فواكه تانية، لان البن بلوسم سعرها مليار ومتين مليون، فطبعا مش هيكفي السعر معانا. بص انا هديلك كل الفواكه اللي معايا دلوقتي عشان يكفي السعر، ولو ما كفاش فانا ممكن اديك بكره عادي. موافق ولا لا؟ بص يا جدعان هيموت ويديها لي. ايوه موافق كده. بص هو واقف برضه ماسك النحله وهيموت ويديها لي. طبعا البن بلوسم اهيت هديها له. يا ابني ابعد يا ابني. بس كده خدها. هيموت وقاعد معايا، وانا برضه مش موافق عشان اديله المليارين، بس انا اكيد طبعا انا مش هوافق. قلت لك ان انت هتخسر اصلا، وقلت لك برضه ان انا محل ثقه. يا جدعان لو كان مكمل الصفقه دي كان هيكسب على فكره مليارين، وكان ممكن يشتري بهم اي حاجه هو عايزه، بس هو اللي خسران. تعالى يلا يا رجل احمر، تعال نكمل بقى الفواكه اللي انا هديها لك دلوقتي. طبعا انا هقعد اديله فواكه لحد ما يكملوا ال2 مليار. خد الفواكه دي كلها، اصلا انا مش عايزها، يعني سعرها مش كبير. استناني لحظه واحده بس، وبعدين هديك كل الفواكه اللي انت عايزها. وافق. بقول لك هتقاعد معايا النحلة، تعال نروح نشوفه كده. بس اكيد في شرط، العرض ده هيختلف. اكيد طبعا السعر هيقل من مليارين لمليار. بس تقريبا يا جدعان هو ما يعرفش سعر النحلة دي، لان افتكارها قيمة جدا قوي، ما حدش يقاد بيها، زي الراكون والدراجون فلاي والريد فوكس، يعني زي حاجات كتير قوي تاني. برضو يا جدعان ما بيثقش فيا بعد ده كله.
برضه بيقول لي برضه شكلك هتاخدها وتجري. قلت له برضه ما تخافش يا ابني، في ثقة يا ابني ما بيننا. بيقول لي انت الاول. قلت له خلاص بقى مفيش ثقة يبقى مفيش مقايضة. بص يا جدعان، المفروض اديله الحاجات دي كلها، مانجا على حاجات كتير قوي، فواكه كتير قوي، لحد بقى ما الشنطة بتاعتنا تخلص. وده طبعا قدامنا نص ساعة اصلا على ما تخلص. قلت له روح بيع عشان نشوف السعر كام، هل هديك تاني ولا لأ. بس تقريبا كده يا رب يكون باعهم كلهم. حتى لو انا معيش فواكه دلوقتي انا ممكن اديك الفواكه بكرة واكملهم لك عادي. الحاجات اللي اديتها له طلعت ب89 مليون، بس انا معرفش هل باعهم كلهم ولا لأ. روح يا ابني بيعهم كلهم. شوف التاني بيقول ايه، بيقول انت عايز تقايض معايا ولا لأ. خلاص دلوقتي هو قالك الشخص ده ان هو خسران، فروح اديله الحيوان واخد انا المليار وكون انا كسبت كده. كده قلتله ان المبلغ الاجمالي كله اللي انا اديتهولك مليار و400 مليون. استناني بقى بكرة هديك بقية المبلغ. بس انا هقوله هديك مليار بدل 600 مليون احسن. هو عمال بيسأل نفسه دلوقتي، هو بيقول هيديني مليار ليه؟ هو المبلغ كان 600 مليون يا ابني عشان انت استنيتني. لقيت معايا فواكه تانية في الشنطة فقلت اديها له كلها بقى. وده برضه هيموت يا جدعان وخد معايا النحلة. بص يا جدعان فواكه، فواكه كتير قوي، فهديها له ونشوف السعر. يلا دلوقتي روح بيعهم يلا وورينا السعر كام. 900 مليون، ده احنا كده سددنا المبلغ اللي علينا وبزيادة. طبعا يا جماعة اللي حصل مع الشخص اللي كان عايز أبدل معاه النحلة مقابل الفاكهة، اديت له فاكهة سعرها 100 مليار زي ما اتفقنا. طبعا لو شفتني في الماب، لو انت مبتدئ وبادئ اللعبة، تعالى قولي ان انت جاي اتفرجت على الفيديو ده وانا اديك اي فاكهة سعرها ما بين 5 مليون ل20 مليون. وقبل ما نقفل الفيديو ما تنساش اللايك وتدوس زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.